تعرف ايه عن القميص اللي كان موجود في فيلم الفيل الازرق؟ لو دخلت متحف الفن الاسلامي في القاهره هتلاقي جواه تحف كتير، بس لو كملت جوه شويه ودخلت في قاعه الطب هتلاقي على حيطه من الحيطان بتوعه قميص شكله غريب واسمه القميص المسحور، وبيقال على القميص ده ان اي حد بيلبسه بيموت، بس لو رحت وشفته اكيد هتكون عارفه عشان ده قميص المأمون اللي اتشهر بالاسم ده في فيلم الفيل الازرق وروايه الفيل الازرق. بس الحقيقه بقى غير كده خالص، لان القميص ده ما كانش للحاكم المأمون زي ما اتقال في الروايه وبرضه اتقال في الفيلم. عشان نعرف بقى اصل القميص ده ايه هنرجع للخلافه العثمانيه والخلافه الصفويه، واللي في الفتره دي الحكام فيها اتشهروا ان لازم يكون جنبه اقوى المشعوذين والسحره، واللي الغرض منها ان القمصان دي تحميهم من الامراض، وان لو شاركوا في اي حروب ما يتاذوش. الغريب بقى في الموضوع ان ده مش القميص الوحيد في العالم كله، في 6 قمصان تاني غيره، وكده يبقوا 7 قمصان موجودين في مصر وايران وتركيا المانيا ايطاليا امريكا. اما بقى القميص السابع محدش عارف هو فين لحد دلوقتي. نيجي بقى لشكل القميص نفسه. ابعاد القميص عباره عن طول 137 سم وعرض 89 سم واتساع الوسط 92 سم وطول الدراع 20 سم ووسع دراعه 30 سم وفتحه الرقبه 16 سم. وواضح من الابعاد اللي انا قلت لك عليها ان الشخص اللي بيلبس القميص ده قوي جدا بدنيا او مليان شويه. القميص بالكامل معمول من قماش الكتان، واللي صنعه هو اشهر مشعوذ في الدوله، ومرسوم عليه اشكال هندسيه زي مربعات ودوائر، وجوه كل دايره مكتوب فيها حروف وارقام او بعض من اسماء الله الحسنى، وبرده مكتوب عليه طلاسم بالحبر الاسود والاحمر. واتذكر في بعض القمصان اسم الملكين هاروت وماروت اللي كانوا بيستعملوا السحر زمان، وعلى حسب بعض الروايات انها كانت وسيله لاستحضار جن عشان يحقق لك كل مطالبك. من اشهر الحكام اللي لبسوا قميص المأمون الملك سليمان القانوني والملك شاه. نيجي بقى هنا ويكون السؤال، ايه علاقة القميص ده بالمأمون؟ على كلام المؤرخين مفيش وجود لاسم الملك المأمون غير ابن الخليفة هارون الرشيد، وكان أشهر ملوك الدولة العباسية في عهده، وانتشر في عهده ترجمة الأدب والشعر، وكان بعيد كل البعد عن الشعوذة، وإن العلماء كلهم أجمعوا إن مستحيل ملك بالعقلية دي والثقافة دي يتبع السحر والشعوذة. ونرجع نسأل نفس السؤال، مين هو المأمون اللي اتقال اسمه في الفيلم والرواية؟ ودي بقى قصة بجد ولا من وحي خيال المؤلف؟ مستني رأيك عن الحلقة وتقول لي تعرف ايه عن قميص المأمون. متنساش تعملي فولو ولايك وسبسكرايب في كل بلاتفورم. سلام.